كتير قالوا لي عايزين طريقة الرز بلبن. قلت لهم عندكم في القناة يا جماعة، انا حطيت لكم اللينك كذا مرة في صندوق الوصف مع فيديوهات كتير. بس للأسف في ناس كتير ما تعرفش يعني ايه صندوق الوصف. صندوق الوصف يا جماعة اللي هو في تحت العنوان في كلمة المزيد بتضغطي عليها بتخش على صندوق الوصف. ده ايه يا عبير؟ احنا النهاردة هنجيب ايه؟ هنجيب حلة زي ما انتوا شايفين كده. وقبل ما ندخل على وصفتنا الحلوة نصلي ونسلم على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. انتي هتعملي لنا ايه النهاردة؟ هنعمل ايه؟ رز بلبن. رز بلبن يا عبير، ما احنا كلنا بنعرف نعمله، بس الطريقة دي صدقوني جميلة جدا. جبت ايه يا عبير؟ جبت كيلو ونص لبن كده بخيره بكل حاجة، وقمت غلياه وحطيت فيه كوباية رز انا غسلاها. كوباية رز يعني ربع كوباية، ربع كيلو من الرز. وكوباية سكر. السكر ده بقى على حسب الرغبة انتي. طبعا انا هو غلى مع الرز كده، وقمت طافية النار، طفيت النار عليه، بس العين هي عشان سخنة فالحلة بتبقبق لسه. فهي هتناها شوية كده لغاية ما ايه تهدى مع نفسها. بس في الوقت ده تنيكي تقلبي فيه علشان برضو العين ما تكونش حامية عليها، وممكن الرز منك يشيط. فانت بتقفلي عليها بقى كده وبتسيبها مع نفسها مدة ساعة مدة ساعتين لغاية الرز ما يتشرب باللبن زي ما انتوا شايفين كده. وقفناش كتير ولا تعبنا نفسنا ولا اي حاجة خالص. ايه يا برد، الرز مسك في نفسه في اللبن في كله. ايوه، ما انا ما حطيتش اللبن كله، انا شلت نص كيلو كده على جنب علشان الحركة دي لما تشرب منها اللبن نحطه بقية اللبن بتاع الوصفة بتاع الرز بلبن، ونغليه مع بعض كذا غلوة كده، مش هتقف كتير عليه. بجد يا عبير، ايوه زي ما انتوا شايفين كده، بجد ما خدش اي ثواني. ليه؟ لان انت سبت الرز يتنقع في قلب اللبن وهو مغلي، وسبتيه بالسكر بكل حاجة. حطينا القشطة. انت عندك قشطة لبن، وش اللبن ماشي حطيها، ما عندكيش لو هتجيبي كوباية قشطة، علبة قشطة من اللي بتتباع ديت يبقى حلو زي الفل. ما عندكيش ومش عايزة تحطيها، بس هي بتعزز الطعم جدا يا جماعة، وبتخلي الرز بلبن ده في حتة تانية خالص بجد. القشطة دي بتديله طعم رهيب جدا. فأنا بحتفظ بها زي ما انتم شايفين كده، وبحطها في الفريزر. أي حاجة بحب اعملها وادخل فيها القشطه بطلعها من قبلها، يعني قبلها بليله كده عشان تفك واستعملها. كده تنتني ايه، حطيت انا النص كيلو اللبن الفاضي، بس سامحوني اللقطه ما جاتش. حطيت النص كيلو اللي فاضل بتاع اللبن او الحليب على الرز بلبن، وقعدت قلبت وتقلبتين كده لغايه ما لقيت الرز كمان خلاص بقى دايب دوب كده. طبعا دي ربع نص كوباية حليب برضو كنت سايباها على جنب، كله حليب يا جماعة، انا ما دخلتلوش مية نهائي لان انتي هتاكليه واولادك هياكلوه. فانتي عايزة الحاجة اللي تبقى مفيدة، مش ان انتي هتحطي نصها مية ونصها حليب فمش هتبقى لها طعم. فانتي اللي هتاكليه، وانتي طالما انتي اللي هتعمليه في بيتك هتعمليه طبعا، وانتي مكلفاه. فانتي كلفي على حاجتك هتطلع زي الفل وجميلة. ده ايه يا عبير؟ ده ريح ماء الورد ده بيديها طعم تاني خالص. ما نحط جماعة الفانيليا، لا ما نحطش فانيليا، احنا هنحط ريح اللي هي ماء الورد. الماء الورد دي بتديها طعم رهيب بجد، جميلة جدا. حطيت كده نص كوباية اللبن و3 معالق نشا تربط معاك الايه، الرز بلبن، وتتنكي في الاستمرار بالتقليب. هتحضري بقى كاساتك، هتحضري كوباياتك، هتحضري اللي انت عايزه تحطي فيه اطباقك، كل اللي انت عايزه تحطيه في متاح عندك ايه بتحضريه كده. بقى انا هقفل عليها وبسرعه بسرعه كده هقوم ايه حطها في الكاسات بتاعتي وعلى طول، علشان انتي لما بتسيبيها برضو شويه ممكن تمسك في الحله. كده احنا طفينا خلاص عليها كده، وهن ايه هنعبي بقى الرز بلبن بتاعنا كده. هو
زي ما انتوا شايفين جميلة جدا. طبعا الكاسات دي الحجم الكوبايات بكاسين من الكاسات دي. الكوباية حجمها كبير جدا، فانا ما كنتش برضه املاها، عملتها كده. بس صدقوني انا عندي كاسات تانية، بس انا حبيت احط في الكوبايات دي، جميلة جدا وشكلها رهيب. دي كانت وصفتي يا جماعة، وبقول لكم باي باي ومع السلامة. لايكات كتير. باي باي.